3 ريسيبيز لسلطة الرنجة لازم تجربوهم. اعملوا سيف للفيديو ويلا بينا نبتدي. هنعمل اول نوع عبارة عن سلطة الرنجة بالبطاطس والمايونيز، وتاني نوع عبارة عن سلطة الرنجة بالبصل والطحينة، تالت نوع هنعمل سبريد رنجة خطير. فيلا بينا. اول حاجة انا قررت ان انا اخلي الرنجة، وهنا نقيت الرنجة اللي ما تبقاش طرية قوي. فتحت الرنجة الاول من الظهر عشان ده اسهل عشان ما تتهريش، وبعد كده فصلت الرقبة وبدأت أقطع الرنجة قطع صغيرة. أنا هنا عملت كمية الرنجة كلها لل3 ريسيبيز عشان ما افضلش أوسخ إيدي كل مرة. وبعد ما قطعت الرنجة بالشكل ده فصلت الجلد عن اللحم وبدأت أقطعهم مربعات صغيرة بعد ما كنت شلت الشوك منها. وانا تقريبا في ال3 وصفات كنت عامله حوالي 2 كيلو رنجه او 2 كيلو ونص حاجه كده. يلا نعمل اول وصفه. في حله فيها ميه سخنه حطيت معلقه كبيره من الملح، وحطيت بطاطس مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين. وبعد ما البطاطس تستوي، بس اهم حاجه ما تسيبوهاش لحد ما تتهرى، هننزل بالبصل بتاعنا ونحط عليه نص معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل ونقلبهم، وبعد كده شويه شبت حلوين. واخر حاجه خالص هننزل بقى بالمايونيز بتاعنا. انتوا ممكن تكونوا مستغربين من الميكس، بس بجد هي خطيره. وحطيت الرنجة بتاعتنا وبعد كده معلقتين كبار من الزيت، شويه شبت على الوش، وبكده تكون اول وصفه خلصانه. وحطيت اللي هو البطروخ بتاع الرنجة على شكل ورده بس عشان يدي شكل حلو. تاني نوع بقى هنحتاج فلفل الوان وفلفل اخضر نقطعه، وهننزل عليهم بشويه من البصل. انا برضو مقطعه كل حاجه قطع صغيره، بصل اخضر وشويه حلوين كده من الشبت. بعد كده نحط الرنجة بتاعتنا، دي كان حوالي 3 رنجات كبار. ويلا بينا بقى نعمل سلطة الطحينة الخطيرة دي. 3 معالق كبار من الطحينة الخام، وهننزل على الطحينة ندوبها الأول بمية تكون دافية شوية، وهنقلب لحد ما نحس ان لون الطحينة بتاعنا بدأ يفتح شوية. وبعد كده هنحط فصين كبار من الثوم ونقلبهم شوية، وبعد كده نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وبعد كده هننزل عليهم بحوالي 3 ليمونات أو ليمونتين كبار حسب ما بتفضلوا، نص معلقة من الكمون، معلقتين من الخل، وشوية صغيرين من البابريكا كده. وبعد كده بنقلب وبس كده بتكون الدريسنج خلصان. وبننزل بقى بالطحينة بتاعتنا على الرنجة وبنديلهم كده تقليبة حلوة، وبنسيبهم في التلاجة. سواء دي او الريسيبي اللي فاتت لازم بنسيبهم في التلاجة شوية علشان بس الأطعمة تمتزج ببعض. وحطيت برضو الرنجة على بطروخ الرنجة على الوش، وبتكون دي تاني وصفة خلصانة. نيجي بقى لآخر واحدة، سبريد رنجة خطير. هنحط عندنا الأول بصل وفلفل أخضر، ما دي مش هنحط فيها خضار كتير، في ناس بتحط طماطم، انا ما بحبهاش بصراحه. وهننزل عليها بحوالي معلقتين من الليمون، معلقتين من الطحينه الكبار، وحوالي معلقتين برضو كبار من الزيت. والتوابل بتاعتنا حاجه بسيطه جدا، ملح وكمون وكزبره بس كده. الملح برضو انا حطيت رشه بسيطه جدا من الملح، ما كترتش، بس الرنجه بتاعتي كانت عاتبه فعشان كده زودت ملح. بعد كده بنحط الرنجة بتاعتنا بعد ما خليناها، وبنبدأ بقى نضربها بالهاند بلندر. انا ما اديتلهاش ضربة قوية، ما خليتهاش تكون سايحة قوي. انا يعني ضربتها يعني ساحت مع بعض بس لسه ستيل متماسكة شوية. بس كده خلصنا تالت ريسيبي لينا، ودول 3 ريسيبيز بتوع الرنجة. انا متأكدة ايا كان ذوقكم ايه انتوا هتنبهروا بال3 وصفات دول. جربوهم، الف هنا.